انا واجهت كلمه. انا تلميذ الاستاذ خالد. اتعلمت منه كتير جدا، دايما بقولها، بس انا ما اتعلمتش منه ازاي امثل، ما اتعلمتش منه ازاي اقرا كتاب، ما اتعلمتش منه ازاي اكل، انا اتعلمت منه ازاي اعيش. انا مؤمن ان استاذ خالد من اكتر الناس اللي انا قابلتها او اللي اتعاملت معاها اللي فاهمه معنى الحياه، فاهمه ازاي تتعامل مع الحياه. انا بتعلم منه حاجه يمكن انا بمر بيها دلوقتي. استاذ خالد دلوقتي ايقونه كبيره، بس زمان من فتره وهو بيبدا كان عنده احلام، كان عنده طموح، يمكن كان اكبر بكتير من اسمه ساعتها، يمكن كان اكبر بكتير من الاعمال اللي هو عملها او البرفورمانس اللي هو عملها. والناس ممكن ما كانتش ساعتها قابله ده منه. ازاي عندك الطموح ده؟ ازاي انت بتتكلم كده؟ ازاي انت بتقول كده؟ ازاي عندك راي اصلا؟ بس ازاي هو استمر؟ ازاي هو قدر يتغاضى عن كل ده؟ ازاي قدر يطور من نفسه كل يوم؟ ده شيء انا بتعلمه منه جدا، وانا مبسوط ان انا اي لحظه في وجوده ده علام كبير ليا. اي ثانيه هو بيقول لي فيها فكره حلوه ده بيبقى علام كبير. واحلى حاجه في استاذ خالد وانا بقعد معاه انه دايما بيتكلم على افكار كبيره، عمره ما بيتكلم على بني ادمين، عمره ما بيتكلم على ناس صغيره مين قال وقلنا ايه. بيتكلم على افكار كبيره، بيتكلم على الحب، بيتكلم على الشغل، بيتكلم عن كل حاجه، عن الجمال. فانا بشكره وبتعلم منه كل يوم. شكرا.